هاي، السلام عليكم بنات، شو اخباركم؟ كلكم مسوين؟ رجعت لكم فيديو جديد بعد غياب مدة طويلة. هالفيديو راح يكون كمان مختص بالشعر عن الكيراتين المنزلي. راح اسوي معكم انبوكسينج للبوكس، راح نشوف ايش يحتوي الصندوق عليه وايش خطواته وايش طريقة العمل والادوات اللي راح نحتاجها. بعد ما فتحنا البوكس راح نلاقي 3 علب اللي هي 3 خطوات اللي راح نسويها. أول خطوة اللي هي الشامبو، نغسل فيه الشعر مرتين عشان نتأكد من نظافة الفروة ونظافة الشعر نفسه. ثاني خطوة اللي هي مادة الكيراتين اللي راح نوزعها على كامل الشعر. طبعا يا بنات العلبة تقريبا تكفي الشعر طويل كاملة، والقصير ممكن تستخدم نصف العلبة. راح أتكلم لكم عن فوائد هذه مادة الكيراتين في نهاية الفيديو. نجي لثالث خطوة اللي هي البلسم، هي الخطوة الأخيرة طبعا لإصلاح عميق لألياف الشعر، ولأنه أساسا تعرض لحرارة عالية لازم نرجع الرطوبة اللي فقدها الشعر. هذه محتويات البوكس يا بنات زي ما انتم شايفين، اللي هي 3 خطوات بس. سهلة وسريعة وتقدرون تسوونها بالبيت بدون مساعدة. هذا البوكس عليه موجودة التعليمات وطريقة الاستخدام، وأن المادة هذه الكيراتين خالية من الفورمالدهايد اللي معروفة أنها راح تضر الشعر. في صورة قبل وبعد إنه راح يعطيكم نتيجة. شوي حسيت إنهم مبالغين لأنه مستحيل تعطيكم يعني نفس هذه النتيجة. صحيح يخفف النفشة بس ما يعطيكم شعر أملس. خلونا نشوف ايش راح نحتاج ستريتنر. انا استخدمت من براون. لازم تكون يا بنات الستريتنر حرارته عالية علشان يساعدنا في فرد الشعر. ثاني حاجة راح نحتاجها اللي هي مجفف الشعر، اي مجفف شعر او استشوار راح يؤدي الغرض، لان احنا نبي نجفف الشعر بس بشكل بسيط. انا استخدمت هذا من نزيه. ويلا نبدأ في أول خطوة اللي هي غسل وتنظيف الشعر. راح نغسل شعرنا مرتين بالشامبو عشان نتأكد خلو الشعر من أي مستحضرات خاصة في الشعر. بعد ما غسلنا الشعر وتأكدنا أن الشعر نظيف، يجي دور استشوار أو مجفف الشعر. راح نجفف الشعر بس بطريقة بسيطة، ما نجففه كله، يعني تقريبا نخلي 80% رطب. الحين دور الخطوة الثانية اللي هي مادة الكيراتين، راح نوزعها على كامل الشعر. طبعا زي ما انتم شايفين ان قوام مادة الكيراتين كريمي وسهلة التوزيع. راح نحتاج فرشة ونخصل الشعر خصل ونوزع عليها المادة. راح نترك هذه المادة على الشعر مدة 40 دقيقة، نتركها بعدها نرجع نستخدم الخطوة الثانية. أنا جبت موديل بنتي صغيرة، فوزعت عليها. أوريكم بس طريقة التوزيع يعني كيف توزعونها على خصلة وبعدين ترفعونه وتتركونه على الشعر زي ما قلت لكم مدة 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة يجي دور الستريتنر، تشغلينها وتخلينها حامية على أعلى درجة فيه. بعد ما يحمى نبدأ الخصل اللي خصلناهم نمر على الخصلة تقريبا من 7 إلى 10 مرات بالستريتنر لحد ما نحس إنه تقريبا الشعر تشرب المادة. مهم يا بنات في الستريتنر إن تحافظين على استقامة الشعر، ما يكون متكسر، لأنه راح تاخذ تكسير نفسها أو التعريجة. وانتي تسوين انتبهي إنه يكون الشعر في حالة ستريت، يعني ما يكون متعرج. بعد ما نخلص ستريت تيجي الخطوة رقم 3 اللي هي البلسم. راح نغسل الشعر من المادة، بعدين نوزع البلسم على كامل الشعر ونتركه من 5 إلى 10 دقايق على بال ما يترطب الشعر. طيب ايش نتيجة كيراتين اكس بلس برو؟ اللي هو راح يعطيكم حيوية للشعر ولمعان ويهدد التقصف
ويحافظ على تركيبة أو سلامة تركيبة الشعر من بعد إجهاد الصبغات والعلاجات اللي راح تسوونها أو سويتوها في شعركم. طبعا زي ما قلت هو خالي من الفورمالدهيد، طبعا كلنا عارفين إن هي شقد إيش مضرة هذه المادة. طبعا هو البرازيلي راح تحصلونه في صيدليات النهدي، تقريبا أخذته بسعر 200 وشوي، يعني هو قريب 300 ريال. طبعا أكيد إنه أرخص بمراحل من الكيراتين أو البروتينات اللي راح تسوونها في الصالونات المقاومة. هل أنصح فيه؟ أيوة أنصح فيه. أنا أول ما سويته صراحة كان أعطاني شعر ليس، خصوصا أنا شعري ناعم، فما عجبتني النتيجة لأنه صار شعري هاجد بزيادة. بس بعد فترة صار خالي من النفشة، بس تحسون إن النتيجة طبيعية، يعني ما كأنه مسوي باستشوار أو إنه ستريت زي الشعر الفلبينيات. لا، اللي تدور هذه النتيجة ما راح يعطيك إياها هذه. وبس بنات، أتمنى عجبكم الفيديو وشفتوا منه فايدة، وأي سؤال عندكم عن المنتج اكتبوا لي في خانة التعليقات وإن شاء الله راح أجاوب عليه. ولا تنسون تدعموني باللايك والسبسكرايب، وتشاركونا مع أصدقائكم، واعذروني على جودة الفيديو. إن شاء الله بالمستقبل راح تشوفون فيديوهات بشكل أفضل من الآن. وبس أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.